في مؤتمر الاسره المصريه او معرض الاسره المصريه. معنا الاستاذ محمد عيسى عضو اللجنه المركزيه في حزب المستقبل الوطني. اهلا وسهلا. الحزب بينظم معرض للاسره المصريه عشان التكلفه ظروف الحياه. الحزب حاسس والحكومه والدوله وسياده الرئيس حاسين ان الناس ظروفها عامله ازاي في ظل الحرب الاوكرانيه وجائحه كورونا. كلمنا عن كده. والله هو في ظل التحديات الموجوده والظروف اللي اتواجدت والست اشرت ليها كورونا وما ادراكها وما بعد ذلك يعني فكانت توجيهات الحزب بقياده المستشار وهاب عبد الرازق، السيد النائب الاول امين عام المهندس اشرف الشريف، والسيد بيه ناصر امين العمال الفلاحين، وقياده النائب عبد الفتاح وهيئه المكتب العمال الفلاحين اسكندريه. طبعا ساعتك يعني حضرتك متواضع لدرجه ان انت مش عايز تقول اسمك. كلنا واحد كلنا واحد. ايه الفكره بدأت؟ فكانت الفكره اللي احنا بس عشان نعالج معارض مستلزمات الملابس للتخفيف عن اعباء المواطنين يعني محافظه اسكندريه. ودي الخطه اللي هي المنهجه اللي احنا بنتبعها في جميع محافظات مصر. دينا قناه صوت العرب، احنا بس بنسمع دلوقتي. النهارده المنتجات كلها ملابس، منتجات دراسيه او غيره. هل الفتره اللي جايه المعرض مستمر فتره عدد من الاسابيع؟ هل بقى هنبدا نلاقي؟ هقول لك على حاجه. اتفضل. انا المعرض ده لو الناس بتيجي وهلاقي فيه اقبال عليه يقعد هعمله معرض دائم. انا ما عنديش اي مشكله. تمام. طالما الناس بتيجي. ده عشان حضرتك. الناس ما بتجيش يبقى انا مضطر المه. صح كده ولا ايه؟ تمام. لان هم معمول عشان الناس. تمام. طب الناس خدت حاجتها واكتفت، اسيبه يعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه. يبقى الافضل نشوف مكان تاني غيره. بعض المنتجين تحدثوا مع سعادتك دلوقتي عن فكره القروض. هل القروض حاجه سهله ولا زي ما سهله كل جدا الاشاعات؟ سهله جدا. تمام. ويمكن استاذ محمد معايا اهوت يقول لك موضوع يا جماعه. اولا في البعض ما بيقدرش يعمل دراسه الجدوى، تمام. بيروح للغرفه التجاريه بيعملوا له دراسه الجدوى. ما عندوش فكره عنها اصلا. ما انا بقول لك اهو، احنا هم هناك في اماكن مختصه بده بتعمل دراسه الجدوى، بعدها بتطلع بيها على البنك بتاخد القرض اللي انت عايزه حسب قيمه المشروع بتاعك. تمام. الدوله بتوفر كل ده وحسب توافر الاوراق. وكمان في حاجه. اتفضل. الدوله من خلال قانون حوافز الاستثمار الاخير عطت حوافز كتير جدا للتصدير والمستثمرين وتحديدا صغار المصنعين. يعني اللي انا شفتهم دول ممكن يستفيد بالحوافز دي، يصدر وهيلاقي فيه تسهيلات. وعلى فكره الدوله فاتحه اسواق بره كمان. بريقة امل من سياده النائب عبد الفتاح محمد امين العمال والفلاحين بحزب مستقبل الوطن. القروض مش صعبه ومش مستحيله، بس انت اثبت وجودك. شكرا. اهم شيء عايزين ننتج، عايزين نحسس يعني صنع في مصر ده عايزينه بقوه موجود. غالي. اسم يعني غالي مش رخيص. اولا مصر بلد كبيره جدا. تمام. وانت زي ما انت شايف القياده السياسيه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجع على الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر. يبقى احنا هنا احنا نعمل ايه؟ نقوم بدورنا بقى. تمام. يبقى احنا نصنع وهنلاقي الحوافز وهنلاقي حوافز التصدير، ويا سلام بقى لو بتصدر ده هيبقى شيء كويس جدا. وحضرتك اي حد عايز يطلع سجل تجاري بتاع ضريبيه بنطلعه له في يوم. ايه رايك؟ ايه رايك؟ بدل ما بيطلع من المحامي ب 5000 جنيه بنطلعه له في ببلاش. يوم، والست بنعمل لها السجل على اوضه في بيتها، مش لازم تجيب محل. ايه رايك؟ شكرا جدا يا فندم. وده حصل كلهم كده. يعني حتى اللي موجودين هنا اتعامل معاهم كده في يوم والله السجل التجاري بتاع ضريبيه في يوم. شاكرين جدا يا سعد.